الشعب الياباني شعب معروف بالصدق، الأمانة والنزاهة، لأنهم شعب متربي على الأخلاق منذ الصغر. حتى الأولاد تاعهم متربيين. ولكن صدقوني غير راني حشمان وحشمت باش ندير هذا الفيديو، لأنه لأول مرة منذ 4 سنوات وأنا مقيم هنا في اليابان تم النصب عليا من طرف شخص ياباني في مبلغ. راح نحكي لكم القصة، ما نطولش عليكم، تابعوا الفيديو للنهاية and let's go. كما على بالكم رحلت من المنزل تاعي القديم وكنت نوجد في استوديو جديد. بديت نشري في المعدات تاع استوديو، بديت نشري في السوفتوير اللي هما لي بروغرام اللي ندير بهم المونتاج، باسكو قديما ولا كي كنت في الدار القديمه كنت ندير المونتاج ببي سي ويندوز، ولكن مؤخرا حولت للماك. دروك راكم تقولوا رفيق علاش راك تحكي في حياتك وانت القصه تاع اليوم ماشي مربوطه بالموضوع هذا اللي راك تحكي لنا؟ راني جايكم خوتي. دخلت لواحد الموقع هنا يقولوا له ميروكاري، موقع يبيعوا فيه المنتجات القديمه ولا المستعمله، جاي كيما الفيسبوك ماركت بليس عندنا ولا كيما واد كنيس عندنا في الجزائر. دخلت الميروكاري باش نشري بروغرام اللي هو هذا خوتي. هذا بروغرام هو دافينشي ريزولف، يقولوا له دافينشي ريزولف، بروغرام معروف بزاف للناس اللي يديروا المونتاج ولا الكولر جريدينغ ولا حتى المصورين يخدموا به هذا البروغرام. قلت علاه مادامني انفستيت في بي سي جديد وفي استوديو جديد، علاه ما نشريش بروغرام ديجا تاع دافينشي. قديما كنت نخدم بالنسخه المجانيه من البروغرام، ولكن مؤخرا قلت علاه ما نشريش النسخه المدفوعه. دخلت الموقع ميروكاري اللي هو موقع كما قلت لكم معروف هنا في اليابان، تشري منه المنتجات القديمه ولا المستعمله، باسكو عندهم نسختين من هذا البرنامج. عندهم النسخه المدفوعه اللي يعطوك معها يو اس بي تانستالي البروغرام في البي سي تاعك، وكاينه نسخه واحده اخرى خوتي اللي يعطوك معها سيريال نمبر اللي هما كي شغل بين كود دخلوا في البروغرام يتاكتيف لك البروغرام في البي سي. لقيت بزاف ناس يبيعوا في دافينشي ريزولف، كاين ناس يبيعوا فيه تقريبا نفس البري تاع الجديد، وكاين ناس يبيعوا فيه ارخص من البري تاع الجديد. لقيت واحد السيد يبيع في نسخه مدفوعه تاع البروغرام تاع دافينشي ريزولف تقريبا بنصف السعر تاعها، والنسخه اللي راه يبيع فيها اللي هي نسخه اليو اس بي، تما يعطوك معاها يو اس بي. خوت كما على بالكم الشعب الياباني معروف بالنزاهه تاعو، وانا موالف نشري من برنامج ميروكاري. شحال من مره شريت منهم، شريت من مستعمل، شريت جديد، وجامي تم النصب عليا. باسكو دوك نقول لكم علاه. اول حاجه خوتي لانه برنامج ميروكاري باش تفتح فيه كونت باش تشري ولا تبيع لازمك يكون عندك الاي دي اللي هي الاي دي كارد هنا في اليابان، يقولوا لها الماي نمبر كارد. بهذيك الكارطه تفتح الكونت تاعك ويتحققوا حتى من المعلومات تاعك الشخصيه، من الفوتو تاعك الا كانت مطابقه للاي دي اللي فتحت بها. ما قلت انا مستحيل واحد راح ينصب عليا في برنامج ميروكاري. كونتاكتيت هذاك السيد، قلت له راح نشري من عندك البروغرام تاع دافينشي ريزولف. سقسيته على واحد المعلومات وقتاش شراه وهل هو صح نسخه مدفوعه من بلاك ماجيك اللي تخدم البروغرام تاع دافينشي ريزولف. قال لي قال لي انا شريته من الموقع الرسمي تاعهم، وقال لي شريو بالغارونتي خوتي ما تخافش، مستحيل راح ننصب عليك. قلت له فوالا راح نشري عليك، ووقتاش راح تشحن لي ووقتاش راح يوصل؟ قال لي راح تشري عليا ما نطولش عليك، ميم با سمانه يكون عندك المنتج تاعك. قلت انا داكور. خوتي شريت عليه النهار هذاك، فوالا دار لي شيبينغ، شحن لي المنتج وبقيت نستنى. ضربت وقيله واحد اليومين ولا 3 ايام، ما نقول لكم يومين 3، وصلني المنتج اللي هو هذا. كي شفت انا في اونلاين نفس الباكيجينغ، نفس العلبه، نفس المواصفات، حتى في الداخل خوتي كي تفتحوه تلقاو فيه يو اس بي عادي مكتوب فيه ريزولف، نفس تقريبا نفس الاصلي. هذاك النهار كنت انا انستاليت ديجا البروغرام، فتحت البروغرام، حطيت هذا اليو اس بي. هي عاده ما تانستالي البروغرام قدرت نحي هذا اليو اس بي وصايت اكتيف عندك البروغرام مدى الحياه. دير الابديت، دير واش تحب، ما يتنحالكش البروغرام وما يصراولكش دي بروبلام. انستاليت البروغرام تاع دافينشي ريزولف، حطيت اليو اس بي، بديت نخدم في فيديو جديد. تمت تقريبا النهار هذا كامل، النهار اللي يزيد النهار اللي موراه فتحت البروغرام، وفجاه تظهر لي واحد العلامه خوتي، علامه مكتوب فيها انتهت صلاحيه الترايل تاعك ولازمك تشتري النسخه المدفوعه من البروغرام. قلت انا ممكن باسكو نحيت اليو اس بي وما طولش ما تاكتيف عليش البروغرام، على ما نعاودش نحي البروغرام نانستاليه ونعاود كلش من جديد. عاود حطيت اليو اس بي
بي، انستاليت البروغرام وعاود مشى لي البروغرام تقريبا واحد الساعتين ولا 3 سوايع، وعاودت خرجت لي نفس العلامه. انا هذاك الوقت بدا يدخلني اللوش، قلت ممكن هذه اليو اس بي اللي عطاها لي تكون ماشي مليحه. عاودت دخلت اونلاين، كونتاكتيت بلاك ماجيك، قلت لهم فوالا راني شريت دافينشي ريزولف من عند واحد السيد وقال لي باللي جديد، باسكو هذا البروغرام اللي شريته انا ماشي مستعمل خاوتي. هاي ليك خاوتي الحشوه، هذا البرنامج اللي شريته ماشي مستعمل. ولكن صرا الامر اللي ما كنتش نحسب له مقبل للاسف. حشاها لي السيد ياباني خاوتي، ياباني، ولعب لي اللعبه، دالي دراهم وعطاني منتج مدرح. واش قالوا لي بلاك ماجيك كي كونتاكتيتهم؟ قالوا لي عطينا السيريال نمبر اللي جاي في العلبه، النمر سيريال تاع البرودوي. عطيتهم النمر سيريال، قالوا لي مستحيل، هذا البرودوي ما كاش منه، وممكن راك شريت برودوي مدرح خاوتي، تلقى فيه يو اس بي عادي، ولكن اليو اس بي ما يدير لك والو، يقراه البي سي تاعك ولكن ما عنده حتى خدمه مع البروغرام. سما لعب لي اللعبه الياباني خاوتي. واش درت انا في هذاك الوقت؟ دخلت باش نكونتاكتيه، لقيت البروفايل تاعو تاع السيد هذا ما كاش، غلق البروفايل تاعو، ولا ما على باليش واش سينيالاوه ولا غلق البروفايل تاعو. بورتو كان عنده بزاف تقييمات خاوتي في ميروكاري، هذه هي الحاجه اللي حبست لي راسي انا. كان عنده بزاف تقييمات في البروغرام، وكما قلت لكم ميروكاري باش تفتح لازمك الاي دي. تما قريت لامان فيها انا السيد هذا، وفجاه عطاني كف نوضني ديريكت. السيد زعما حسب روحو دار لافير خاوتي، غلق البروفيل تاعو. دخلت باش نكونتاكتيه، ما كاش البروفيل تاع السيد. دخلت كونتاكتيت لابليكاسيون ميروكاري، قالوا لي صبر علينا دوك اليومين ولا 3 وان شاء الله فيها خير. جازوا واحد اليومين ولا 3 خاوتي، عاودوا كونتاكتاوني ميروكاري، قالوا لي فوالا هذا هو الاوردر تاعك، وتحققنا من البروفيل تاع السيد، وجاونا بزاف شكاوي منه، ماشي غير انت اللي شرا من عند السيد هذا. السيد حبيبنا دار متجر خاوتي يبيع فيه المنتجات المقلده، داير زعما منتج جديد ومغلفو كي اللي جديد، وفيه يو اس بي عادي، يو اس بي ما تعرفوش من الدوريجين، ويبيع بنص البري خاوتي. داي تقريبا في المنتج يدي واحد $200 $190 في المنتج الواحد تقريبا. راه بايع وقيلا نظن راه بايع اكثر من 10 ولا. ميروكاري داروا لي ريفاوند المنتج واسترجعت دراهمي. بصح السيد هذاك ما على باليش واش صرالو مع ميروكاري. نظن اليابانيين ما معاهمش اللعب، الدوله اليابانيه ما عندهمش اللعب. نظن ميروكاري راح يريبورتيوه لابوليس ولا راح يبلغوا عليه لابوليس، والسيد هذاك ما راحش يزيد يبيع حتى حاجه اونلاين، وممكن يدخل حتى السجن وكان ما يردش دراهم الناس اللي سرقهم. خلاصة القول، خلاصة من الفيديو هذا، ماشي كامل اليابانيين ملائكة. صدقوني غير بزاف ناس هنايا في اليابان يسرقوا بطريقة قانونية. How do they steal legally؟ اي حاجة ديرها لازمك الورق. الناس يطولوا في هذوك الماجر تاع الورق، ويدير الورق عادي ويخلص ويفتح متجر عادي ويبيع لك منتج، يمشي لك المنتج عادي، تيفوتوا 2-3 باش يحبس لك المنتج، ولا تلقى عيب في المنتج انت تقول هذاك الوقت ممكن انا ما عرفتش كيفاش نستعمل المنتج، ممكن هذا المنتج اللي باعه لي فيه عيب من المصنع، ما تديهاش كامل في هذاك الشخص الياباني اللي باع لك. خوتي ديروا بالكم تا في اليابان وكاين النصب. إلا راكم حابين ندير لكم فيديو خصيصا للناس اللي ينصبوا هنا في اليابان، طرق النصب تاع السياح، ندير لكم طرق النصب، اكتبوا لي في التعليقات خوتي. كان هو هذا الفيديو تاع اليوم خوتي، ان شاء الله نكون تعلمت الدرس تاعي، وان شاء الله انتم تكونوا استفدتوا من الفيديو وتعلمتوا درس ثاني من الفيديو. كان هو هذا الفيديو تاع اليوم، نلقاكم ان شاء الله في فيديوهات واحد اخرين. اشتركوا في القناة، دعموني بجام، وشاركوا الفيديو مع اصحابكم، ممكن هما تاني يستفادوا من الفيديو اليوم. نلقاكم في فيديوهات واحدة اخرى، دمتم في امان الله، سلام.